يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا بكل الأحبة في شهر الصيام والسلام والمحبة. رمضان رمضان رمضان، هل هلالك جيت نورت في كل مكان. رمضان رمضان رمضان، شهر الخير والقرآن والأحسان. ودايما يا أهلا بكل الشعوب في مصر اللي سحرة جميع القلوب وفيها لا يمكنها تشعر بغربة. يا أهلا وسهلا بكل الأحبة. رمضان رمضان يا رمضان، شهر مبارك مش عايزينه يعدي أوقات. رمضان رمضان رمضان، شهر كريم وبنستناه من عام للعام. فرصة بتيجي مع رمضان، نبدأ صفحة صوم وعبادة ليل ويا نهار. رمضان على طول دايما مشهور بزبادي وفول على السحور، وخشاف وتمر ساعة الفطار. رمضان رمضان رمضان، حل هلالك جيت نورت في كل مكان. Hello, I am Olga. I am from Ukraine. I am here as a tourist because Egypt is a wonderful country and Cairo is very rich with the culture. So I came here just to visit nice places. And I know that here is tradition to follow Ramadan. I just know that people are praying, they are fasting, they want to be close to God. And I like this culture because this is our destination, the last destination to understand our soul and our relationships with God. So I respect it a lot. I like that many people here are following Ramadan. I have visited pyramids here and it's wonderful because when you are in such a historical place, you feel yourself like you are touching to something very important, very valuable, very powerful. Because it's all about some superpower. How could they make such kind of things, and they are lasting for such a long time and giving to us this impression of power, you know, beauty and power. So I like it a lot. Actually, as a tourist in touristical place, yes, but maybe evening time I would not risk to go in Cairo alone. I want to try kushari because it's kind of vegetarian and I am vegetarian as well. It's the only food which traditional food here which I can taste. احنا دلوقتي في قصر الأمير طاز. قصر الأمير طاز بيقع في شارع السيوفية. شارع السيوفية سمي بهذا الاسم على أساس إن هو كان مقر لصناعة السيوف في العصر المملوكي. شارع السيوفية حصل فيه حدث مهم جدا في الفترة الماضية، إنه قام الأستاذ الدكتور الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري بافتتاح عدد من المواقع الأثرية الهامة في الشارع، وهم قبة علم الدين سنجر المظفر، قبة أيديكن البندقداري. احنا هنا في قصر الأمير طاز. الأمير طاز بناه سنة 753 هجرية 1352 ميلادية. كان ليه مكانة كبيرة في عصر أولاد السلطان الناصر محمد ابن قلاوون، اللي كان منهم الصالح إسماعيل، وأصبح من أمراء الحل والعقد في عصر المظفر حاجي ابن السلطان الناصر محمد ابن قلاوون، وكذلك في عهد السلطان حسن أصبح دوردار الدولة لحد ما السلطان حسن ولا إمارة أو نيابة حلب بعد كده. فحاول الأمير طاز إن هو يستقل بنيابة حلب، فحصل معركة بينه وبين الأمراء السلطانيين أو المواليين للسلطان حسن في حلب، فهزم الأمير طاز بعد المعركة اللي حصلت بينهم. فأمر المرديني نائب دمشق
بكحل عيني الأمير طاز وسمل عينيه وسجن في الكرك، إلى أن جاء إلى الإسكندرية، سجن فيها فترة لحد ما أفرج عنه الأمير يلبجة، وراح بعد كده راح القدس، وبعد كده راح لدمشق، وتوفي بها سنة 763 هجرية. القصر عبارة عن زي عمارته زي عمارة القصور في عصر دولة المماليك عموما، أو القصور عموما، كان بيتكون من السلاملك والحرملك إلى جانب باقي الملحقات الخاصة بالقصر. احنا أول ما نخش من الباب الرئيسي بنشوف في وجه المقابل يعني للداخل من الباب الرئيسي بيشوف الاسطبل ده كان مساحة كبيرة جدا، بيقال ان هو كان بيساعي حوالي 200 دبة، وال200 دبة دول بيشربوا من حوض الدواب اللي على يمين الداخل من الباب الرئيسي المحاط بسور خشبي، ده كان بيتناوب فيه الدواب شرب الماء فيه. بعد كده في الصحن الثاني من القصر بنشوف السلاملك كان مكون من قاعتين، القاعة اللي هو الفوقية أو اللي فوق دي كان اسمها القاعة العلوية من السلاملك أو المقعد العلوي، دي كانت خاصة باستقبال الضيوف المهمين الزائرين المهمين اللي جايين يزوروا الأمير طاز. بنلاقي في السلاملك نقش كتابي لآيات من القرآن الكريم، أول 5 آيات من سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك إلى آخر الآيات. النقش الكتابي بيبدأ بالبسملة، وبعد كده بنشوف في آخر الكتابات سنة 1089 هجرية، ودي السنة اللي قام فيها علي أغا خازن دار السعادة بترميم القاعة العلوية للسلاملك. والسنة اللي قبليها اللي كانت سنة 1088 هجرية قام الأمير علي أغا خازن دار السعادة بعمل أو إضافة سبيل وكتاب إلى جانب القصر. بعد كده في الدور الأرضي بنشوف القاعة السفلية من السلاملك أو القاعة الأرضية أو المقعد اللي هو الأرضي، ومن جوه بنلاقي الساقية ديت أصلية من أيام الإنشاء. قامت القاهرة التاريخية بترميم القصر سنة من 2002، كان الافتتاح القصر ده سنة 2005. بنلاقي ان الفناء الداخلي للقصر اللي هو الحديقة الداخلية دي كانت مثال متبع في كل القصور في العصر المملوكي أو في كل القصور في العصر الإسلامي، إن مراعاة لحرمة البيوت الإسلامية ما كانوش بيعملوا زي البلكونات أو الشرفات الخارجية، لو من الخارج كانوا بيعملوا مشربية، لكن هنا في القصور بنلاقي إن هم عملوا الفتحات الداخلية للقصر من الداخل بتدل على الفناء الداخلي أو منظر جمالي للقصر، زي هنا بنشوف الحديقة الداخلية للقصر. بالنسبة لقصور الأغنياء أو لدور الأمراء كان في الحمامات الخاصة، زي هنا الحمام الحرملك اللي من فوق، وفي تحت حمام السلاملك أو حمام الرجالي. الحمام اللي فوق كان حمام الحريم في القصر، كان بيتكون من 3 غرف: الغرفة الباردة والغرفة الدافئة والغرفة الساخنة. التدرج في درجات الحرارة حتى لا يصاب الشخص بالبرد. وبنلاقي فيه جزء مرتفع في الحمام ده كانت بيبقى فيه زي التدليك أو العمل المساج للي موجودين هنا في القصر. وبنلاقي إن
كانوا بيجيبوا الموظفين اللي شغالين في الحمامات العامه ان هم يجوا هنا الحمامات الخاصه زي البلانه والكياسه والمدلكين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي عليم بيك حسين، أنا من قرغيزستان. أتيت إلى مصر وزرت الأماكن كثير، وأنا مقيم هنا من كثير. تعلمت العربية في مصر شعرت أن الأناس معاملتهم مع الأجانب جيد، وكذلك هنا الأحسن شيء الذي أنا رأيته هو شهر رمضان. شهر رمضان في مصر يكون جيد جدا، والأناس يجتمعون في رمضان في أماكن في المساجد ويباركون بعضهم بعض ويشتركون في الصلاة ويصومون يفطرون مع بعض، وهذا يشعرنا بإحساس مسرور. الأماكن التي أنا زرتها هي أماكن في القاهرة والإسكندرية وطنطا. زرت كثير من المساجد والآثار والأهرامات والموزيم المتحف. في هذه الأماكن لما رأيت هذه الآثار أنا شعرت أن مصر هو آمنا بالنسبة بلد. أعجبني كثير. أنا تعودت على المأكولات المصرية، والأكلات المصرية شبيها قريبا بالأطعمة الإيطالية والتركية، لذلك أنا تعودت بسرعة على الأكلات المصرية اللذيذة. المطاعم المصرية يعجبني كثير. هاتوا الفوانيس يا ولاد، هاتوا الفوانيس، حنزف عريس يا ولاد، حنزف عريس. هاتوا الفوانيس يا ولاد، هاتوا الفوانيس، حنزف عريس يا ولاد، حنزف عريس. حيكون فرح وتلات الليلة، حنغني ونعمله الليلة. حيكون فرح وتلات الليلة، حنغني ونعمله الليلة، وحنشبع من حلوياته. هاتوا الفوانيس يا ولاد، هاتوا الفوانيس. نورت مصر. رمضان كريم. يا شرقي وغربي وعربي وأوروبي، حشيلك في عيني وحطك في قلبي، ونركب كاريتا تاخدنا في جولة، واسيبك تعيش حاجات ما تلاقيش مثلها في حتة ولا في أي دولة. ويجري النهار وبعد انتظار في مدفع يقولك ميعاد الفطار، يلم الحبايب وعالم كتار، هتعشق فطارنا وتعشق سهرنا، وتمشي في قلب الشوارع مخايف، وتاكل كنافة وحبة قطايف، وفول على السحور، ونصحى نزور مساجد كنايس معابد قصور. تعالى ورمضان وعيش الطقوس، وافرح ودندن وامسك فانوس. حياتنا جميلة وبسيطة ما صعبة، يا أهلا وسهلا بكل الأحبة. ونورت مصر. وحوي يا وحوي مرحب رمضان، رمضان جنة جت من الرحمن. الشمعة بتكبر في فانوس أخضر، رمضان نور
شجرة وطرحة اديني بلح بيتك عمران بيعيش رمضان. اصحى يا نايم ربك دايم، ده سحور بركة وخير للصايم. الشمعة بتكبر في فانوس أخضر